كنتمنى حظ اوفر للمنتخب الوطني في اللقاء ديالو مع الكوت ديفوار، وكنتمنى يسالي اللقاء ديالنا بجوج زيرو بلا ما نتعصبوا معاهم وبلا ما مبروك علينا هذه البدايه مازال بالنسبه للمقابله كنتمناو الفوز، وهذا هو الامل الوحيد فيهم. اذا فازوا راه الرجال كيف كيقولوا، اذا ما فازوا راه ما كاينش عندنا منتخب اوروبي. على كل حال كنترجاو فيه خير ان شاء الله. وفي الشوط الاول بان لي وقيله احترموا الخصم اكثر من اللازم، نرجعوا اللور. خاصنا نوقفوا في وسط الملعب لان بان لي شويه فراغات في وسط الملعب. خاص الثقه بالنفس باش ان شاء الله 45 دقيقه الجايه يكونوا في المستوى كما لعبنا في المقابله ديال الطوغو، تكون ناجحه ان شاء الله ويكون الخير ان شاء الله للمنتخب المغربي. صراحه اليوم كان في المستوى، ما كناش كنتوقعوا التاهل ديالو، وانما جاء التاهل كنا يعني فرحنا وفرح المغاربه كاملين. بالنسبه للماتش الجاي ان شاء الله نتمناو ليه الفوز، واخا غانا ماشي شي منتخب اللي سهل، ونتمنى يفرح المغاربه، والمدرب راه دار اللي عليه. حقيقه كنا كنتسناو انه المنتخب الوطني غادي يخسر، ولكن هذه بالتعزيزات ديال المجموعه ديال المدرب وديال الجمهور نفسيا انه ارتاح المنتخب وحاول يسجل، ونتمناو باش المقابلات القادمه يعطونا واحد الصدى قدير، والجمهور راه متبع المقابله بحماس كبير. نتمناو ليه باش يفوز في الدور في الاقصائيات، ولما لا الفوز بالكاس، لما لا لانه اجتاز واحد المرحله اللي كانت صعبه. نتمناو باش يحقق الفوز ويفوز بالكاس ويفرح المغاربه جميع.